لا بد أن الإنسان يكون يعرف مكانه من الإعراب بالنسبة لمسؤولياته في المجتمع. يا من رفعتنا يا من رفعتنا يا من رفعتنا إلى مقام كهذا، ارفق بنا يوم النزول، ارفق بنا يوم النزول، ارفق بنا يوم النزول. ولا تتركنا لأنفسنا رمشة. وسنكون غرب أمازيغ، لكن الشعب الجزائري يستحق أن نمشي جهنم من أجله. لا مزايدة ولا تجارة ولا سياسة بهم، الإسلام والعروبة والأمازيغية. وما فيش واحد ما اخطأش في هذه البلاد. المصالحة الوطنية تقتضي أن الإنسان يكن حبا صادقا جما للجزائريين، كل الجزائريين. الجزائر لا زالت حية وموجودة وواقفة وسيكون لها شأن. الآن أيها الشعب الحبيب، خذ سيادتك، خذ سيادتك، خذ سيادتك، ما تخليهاش تمشي من يديك. في 2 من شهر مارس لعام 1937 ومن أسرة تلمسانية محافظة اقترن اسمها بالنضال الثوري، ولد عبد العزيز بوتفليقة، ورأى النور لأول مرة في هذا البيت الذي قضى به أيام طفولته الأولى ليلتحق بمدرسة سيدي زيان وينهل من منابع العلم والمعرفة على يد معلمين وأساتذة ذكروا للتاريخ أنه كان تلميذا ذكيا حاضر البديهة مجيدا للغتين العربية والفرنسية. وقد صقلت مواهبه وتجلى نبوغه في مدرسة الكشافة الإسلامية الجزائرية التي انتسب إليها في السن 13. إن نداء حزب جبهة التحرير الوطني إلى الطلبة للالتحاق بالثورة المباركة عجل لعبد العزيز بوتفليقة مغادرة مقاعد الدراسة مبكرا والالتحاق بصفوف جيش التحرير الوطني في سنة 1956، وعمره لم يتجاوز 19 ربيعا بعد. فبعد 10 أشهر من التكوين العسكري المكثف عين عبد العزيز بوتفليقة ضابطا بالناحية 4 و7 للولاية 5. وفدائيين ومسبلين في كل مكان، في الجبال والوديان، في السهول والفيافي، في المدن والقرى. ويا من تلقنون العدو، تلقنون قوات الحلف الأطلسي كل يوم درسا، درسا في البطولة والاستشهاد، درسا في الصبر والجلد، وتسجلون كل يوم انتصارا جديدا في الداخل والخارج، في أرضنا الحبيبة وفي المحافل الدولية. إن الاستعمار البغيض، إن قوات الحلف الأطلسي، إن الاستعماريين لا يجدون أمام انتصاراتكم إلا الانتقام الرخيص، الانتقام الرخيص من شيوخنا، الانتقام الرخيص من نسائنا، الانتقام الرخيص من أطفالنا الأبرياء. وهم يدمرون المتاجر، وهم يحرقون القرى ويخربون الصواريخ، ولكننا لن نتوقف أبدا. إن الثورة متواصلة، سيسقط شهداء منكم، ولكنكم متأكدون بأن هناك من يحمل المشعل بعدكم، وبأن هناك من يواصل الثورة بعدكم، مشعل الحرية والسيادة. عندما ينادي الوطن أبناءه لتحريره من قيود الاستعمار، تختار العناية الإلهية لهذه المهمة رجالا أوفياء عاهدوا الله على المضي قدما،
حتى النصر أو الشهادة. نشأ عبد العزيز بوتفليقة وشب في أحضان ثورة التحرير الكبرى، غارسة فيه غريزة حب الوطن والتضحية من أجله، مع رفقاء الكفاح الذين خاضوا المعارك الضارية وسقوا تراب الجزائر بدمائهم الزكية الطاهرة، وأدخلوا هذه الثورة التاريخ من أبوابه الواسعة. في بداية سنة 1960 أرسل الرائد عبد العزيز بوتفليقة إلى مالي لقيادة الجبهة الأولى هناك، ومن ذلك الحين أصبح يعرف بالسي عبد القادر المالي. إنها مهمة ثقيلة ألقيت على عاتقه، وكانت نقطة البداية نحو التحول للعمل الدبلوماسي، أين استطاع أن يوفق بين قيادة المعارك في الجنوب والسفر سرا إلى فرنسا في مهمة سياسية. في سنة 1962 وبعد 7 سنوات ونصف استعاد الشعب الجزائري استقلاله بقوة السلاح وجسامة التضحيات، وبعد أن قدم على مذبح الحرية 1.5 مليون من خيرة أبنائه، ورفرفت الراية الوطنية في هيئة الأمم المتحدة لأول مرة، مؤذنة ببداية عهد جديد. لم يترجل الفارس المجاهد عبد العزيز بوتفليقة عن صهوة جواده لأخذ قسط من الراحة، مفضلا مواصلة رحلة الجهاد الأكبر لبناء الدولة الفتية، إذ أسندت له مهمة تسيير وزارة الشباب والرياضة والسياحة في أول حكومة للجزائر المستقلة. سنة 63 ولا زلت حين ذاك وزير الشبيبة والرياضة. قرار الأخ الرئيس أحمد بن بلة أن يكلفني برئاسة الوفد الجزائري في مفاوضات لتوضيح المفاهيم التي اتفقنا عليها في إفيون. وجاء موضوع القواعد، وطلب مني الوفد الفرنسي على أن أمضي معه اتفاقية كراء قواعد. رفضت حين ذاك أن أمضي على الاتفاقية التي كانت ترسخ قواعد الأجنبية الموجودة حين ذاك، وكانت موجودة في اتفاقية إفيون. فسئلت من طرف الفرنسيين: هل أنت مع اتفاقيات إفيون أم ضد اتفاقيات إفيون؟ قلت أنا مع اتفاقيات إفيون. وكيف ترفض أموالا لكم تأتيكم من كراء هذه القواعد؟ فقلت: لأن في إفيون كنا حركة تحرير، والآن أمامكم أمثل بلدا مستقلا عضو في الأمم المتحدة. لن أتساوم معكم ولا مع غيركم بالسيادة الوطنية ولا بشبر منها. مينيستر دي زافيرز إترانجير عبد العزيز بوتفليقة. كان ذلك في سنة 1963 عندما تقلد منصب وزير للشؤون الخارجية. أنا كنت من أصدقاء الرئيس عبد الناصر، وكان لي الشرف أنني كنت ممن تحاور مع كينيدي ومع كروتشيف، وكان لي الشرف أنني كنت من تحاور مع ماو تسي تونغ وكوشوالاي، وكان لي الشرف أنني كنت من تحاور مع فيدل كاسترو وتشي جيفارا، وكان لي الشرف أن تحاور مع ديغول وكوبيتو وجيسكار ديستان، وكان لي الشرف أن عرفت ويلي برانت وعرفت كذلك كرايسكي. كان لي الشرف أن كنت من أعز أصدقاء الأفضل. كان لي الشرف أن كنت صديق العظماء يوم كانت العظمة لها معنى في هذا العالم. بحنكة سياسية متميزة ومسيرة نضالية طويلة، قاد الدبلوماسية الجزائرية ومثلها في المحافل الدولية. ترأست الجمعية العامة للأمم المتحدة عمري 36 سنة، أصغر رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة.
Tous les membres de la communauté internationale partagent la même foi dans les principes de la Charte et s'engagent à les respecter. Rien ne devrait interdire l'admission de membres qui s'engagent à accepter les obligations de la Charte. Une telle admission ne doit être soumise à aucune autre exigence qui en ferait l'objet d'un marchandage ou d'une opération politique. C'est ce qui vient cependant de se passer à 2 reprises au Conseil de sécurité pour l'admission de la République du Sud-Vietnam et de la République démocratique du Vietnam. Que les États-Unis d'Amérique aient expliqué leur double vote négatif par leur adhésion au principe de l'universalité mérite peut-être d'être souligné, mais n'a guère besoin d'être commenté, car c'est par référence à ce même principe que les États-Unis s'étaient opposés à la suspension de l'Afrique du Sud, pour ne citer qu'un exemple particulièrement significatif. باسم الجمعية العامة أود أن أعبر عن شكرنا الجزيل للرئيس ياسر عرفات رئيس منظمة التحرير الفلسطينية والقائد العام للثورة الفلسطينية على كلمته المعبرة وعلى العرض القيم الهام الذي جاد بهما على هذا المجلس الموقر. الحقيقة أنا بشكر فخامة الرئيس على الكرم بهذا اللقاء المهم الذي نعتبره هو إكمالا لهذه العلاقات الفلسطينية الجزائرية التي انطلقت بهذا النداء الأخوي الثوري المتين: نحن فلسطين ظالمة أو مظلومة. ولم تكن وحدها القضية الفلسطينية من يلقى دعم الدبلوماسية الجزائرية، وإنما جميع حركات التحرر والقضايا العادلة في العالم. En tant que président de l'Assemblée générale des Nations Unies, je fais un ruling, je me suis exposé à la sanction de l'Assemblée générale qui pouvait voter pour ou contre moi, et donc me disqualifier en tant que président ou ne pas me disqualifier. Elle m'a soutenu, et c'est comme cela que nous avons chassé la délégation de l'Afrique du Sud raciste en 1974, et l'Afrique du Sud n'est revenue aux Nations Unies qu'avec Mandela à la tête du pays. عبد العزيز بوتفليقة وبحكمته الدبلوماسية أهل الجزائر في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي لتكون قبلة تحج إليها الوفود من كل أنحاء المعمورة. فالدول العظمى كانت ترى في الجزائر البلد الجدير بقيادة المفاوضات في المسائل الكبرى، وبنفس المصداقية كانت حركات التحرر تلتمس التأييد والدعم لقضاياها. La particularité de la décision qui a été prise à Alger, c'était précisément de matérialiser cette alliance objective qui s'était précisée à la faveur de la crise du Moyen-Orient entre le continent africain tout entier et le monde arabe de l'autre. في سنة 66 كلفني الرئيس بومدين رحمه الله بمفاوضة أخرى تتعلق بالمديونية الجزائرية بالنسبة للاستعمار الفرنسي، وقدمت لي فاتورة حين ذاك 3000 مليار و80 مليار. حين ذاك قوة الدفع الجزائرية حين ذاك لا تفوت 10 ملايير سنتيم. معناه كان مطلوب مني أن نمضي على استعمار جديد ل3 قرون أخرى. قررنا ابتداء من هذا اليوم باش ناخذ 51% من الشركات الفرنسية. كان لي الشرف أن أتفاوض مع الفرنسيين على المحروقات من 69 إلى 71 إلى التأمين،
وكنت في هذه القاعة إلى جانب المرحوم هواري بومدين رحمه الله. أيها الأخ الرئيس، أيها الشقيق الحبيب، يا ابن الشعب المفدى، فإنني أقرأها في تماسك شعبنا ووحدته، وأقرأها في عيون الكادحين الذين جعلت منهم عمالا منتجين مسؤولين. إنني أراها في عيون الفلاحين الذين أخرجتهم من الأكواخ وأسكنتهم ديار الكرامة، فإن مسيرة الثورة ستواصل لتحقيق ما كنت تصبو إليه. ويا أيتها النفس المطمئنة، أرجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. أخي وصديقي ورفيقي في السلاح الرئيس بومدين، اللي كانوا يفهموا حين ذاك السياسة كانوا يعرفوا بأنه كنت نودع